صباح الخير مشاهدي الأحبة، وتحية صباحية من القلب لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح. نروح لوقفة أخرى قادمة نتكلم فيها عن الغوص وهذه الرياضة الجميلة وكل التفاصيل، المكنونات البحرية الجمالية، اللمسات الرائعة، كل هذه راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى بوجود سعيد بن عبد الله الجابري المنسق الإعلامي لفريق السلام الغوص. راح نتكلم أيضا عن هذا الفريق وأبرز أيضا إنجازاته وأيضا أبرز الفعاليات والمناشط اللي دائما يقوم فيها. حياك الله أخوي سعيد وصباح الخير. يا مرحبا اخوي سعيد، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير، نورتنا وشرفتنا. نور بوجودك، حياكم الله خير. إذا راح نواصل وراح نبدأ إن شاء الله تعالى الحديث معك في هذا اللقاء، لكن بعد ما ننتقل مع المشاهد الكريم لمتابعة هذا التقرير الخاص برياضة الغوص، فتابعونا. الرياضات بمختلف فئاتها لها فوائد جمة، منها تقوية عضلات الجسم وكسب طاقة حيوية يستمد منها البدن عافيته من خلال تحريك الذراعين والرجلين. تعد رياضة الغوص من أهم الرياضات التي لها نسبة كبيرة في بناء جسم صحي سليم، وهي بحد ذاتها تحد يخوض تجربته الشخص الرياضي. ويتخذ البعض من رياضة الغوص متنفسا لوقت فراغه واكتشاف معالم خفية تحت البحر من أسماك وشعاب مرجانية خلابة ومتنوعة. تعتبر رياضة الغوص مهنة يمتهنها بعض الأفراد ويكسب عليها أجرا، وجهود الغواصين لا تثمن بقدر، وذلك نظير الجهد والتعب الذي يبذله لإنقاذ ومساعدة فرد ما يحتاج للمساعدة. من هنا أتت الحاجة لتوسيع نطاق تعليم الشباب لهذه الرياضة، وذلك لأهميتها البدنية والمجتمعية. إذا مشاهدينا الكرام، شاهدنا تقرير عن الغوص، وإن شاء الله راح نتحدث أكثر طبعا عن الغوص. في مرة جربت إنك تغوص سيف ولا لا؟ إلى أعماق البحار. أعماق البحار تعرفي في البرك المائية في الأودية واحيانا في البحر، لكن طبعا ما اوصل مسافه بعيده. هذا مش غوص حاجه، لكن يعني داخل تحت العمق أيوة. البحر طبعا لا ابدا. لا، في بعض البرك المائيه عميقه ترى. لكن في فرق انه يكون انه ايوه يعني تستخدم الادوات الخاصه. لا الادوات الخاصه لا. ايوه. طيب اليوم ان شاء الله راح نعرف اكثر عن الغوص، وعموما يمكن الغوص هنا في السلطنه له اقبال جدا كبير من محبي، يمكن الشخص اللي عنده نوع من المغامره والاستكشاف تحت الماء. صحيح؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر أسرة برنامج قهوة الصباح على الاستضافة. واجبنا طبعا. جزاك الله خير. بالنسبة في الغوص ما شاء الله يعني في السلطنة، أنا أذكر بداية الغوص في 2010. بداية الغوص كانت في 2010. بدايتك أنت ها؟ بدايتي أنا فقط يعني. قريبة إذا. هي قريبة، مش كان زمان يعني. لكن بدايتي كانت يعني أبحث عن فريق غوص، جمعية غوص في السلطنة ما كانت موجودة يعني بذيك الكثرة. لكن الحمد لله رب العالمين مع تضافر الجهود الحكومية والمواطنين والشركات القطاع الخاص في هذا المجال يعني في الدعم الغوص. الحمد لله يعني خلال يعني احنا نتكلم عن فريق السلام الغوص، باقي الفرق ما نتكلم عنها. يعني لين 7 سنوات حاليا عندنا ما شاء الله يعني 120 غواص. ما شاء الله. هذول متخصصين يعني مش غواصين، يعني في حد في متخصص في التصوير، وطبعا كشكل عام احنا متخصصين في تنظيف البيئه البحريه يعني. ممتاز. لكن في قسم للتصوير، في قسم للاعمال الانتشال، في قسم الاسعافات انقاذ انتشال حتى الموتى يعني والهذا يعني الغريق يعني. فمن هذا المنطلق يعني ومن هذا الدعم ما شاء الله يعني محصلينه انتشر الغوص يعني حتى من باقي الولايات توصل معانا. احنا ندرب يعني. من اي ولايه هذا؟ احنا ولايه شناف بالتحديد. شمال الباطنه. شمال الباطنه. لكن يجونا من لواب، من سحار. الحين في السحار عندنا ما شاء الله فريقين غوص. فريق الغوص العماني اللي هو اساسه في سحار، والفريق الثاني هو سحار. ممتاز. سحار الغوص. باقي الولايات بعد نفس الكلام، بس يمكن ما ظاهرين يعني. فمن هذا المنطلق انتشر الغوص بشكل عام يعني على السلطنه كثير يعني. حتى في صلاله بعد كذلك موجود بشكل عام. وهذا الشيء اللي يدفعنا انه يعني حصلنا دعم، حصلنا حد يسندنا في هذا المجال يعني. وهذا الشيء اللي خلاني اني اسالك هالسؤال الحين اخوي سعيد، يعني ايش اللي
شد انتباهك يعني خلاك فعلا تدخل الغوص الحين فقط من فتره قريبه؟ صحيح. ليش ما مارست هالهوايه من الصغر او ايش بالضبط؟ يمكن ما حصلنا المكان المناسب يعني. الحين مثال يعني اول انت كنت تمارس هذه الهوايه؟ كنت امارس لكن البحر السباحه فقط يعني. أيوة. ما في مجال للغوص يعني، ما في نادي للغوص، ما في فريق للغوص. يعني الحين اذا اريد العب كوره احصل الانديه موجوده مفتوحه، اي رياضه مفتوحه موجوده، لكن كغوص ما كان موجوده يعني. فنتابع التلفزيون ونتابع، فعجبنا المنظر، عجبنا يعني، وهذا شيء من التراث يعني، التراث العماني للغوص يعني، ليش ما نكون احنا مبادرين في هذا الشيء؟ فرحت ابحث في السلطان يعني في مدرب غوص موجود، في فريق غوص موجود، فحصلنا في سحار ما شاء الله عندنا الكابتن عبد اللطيف الفارسي. نعم. هو يعني مدرب وطني ما شاء الله يعني، والحين ما شاء الله كثيرين دخلوا، كثيرين بالالاف يعني ما شاء الله. فالحمد لله حصلت على رخصة دولية 2 اللي هي اوبن ووتر من متر ل 20 متر. والرخصة الثانية من 20 متر إلى 40 متر. ما شاء الله. هذا في العمق يعني. والحمد لله رب العالمين احنا ساعين في تدريب اي واحد يعني ما شاء الله. زين طيب الحين لو انا اريد اغوص. نعم. والله انا خاطري ترى اجرب الغوص. هذيك البركه موجوده. لا عاد ما كان يا سيف. فايش هي الادوات اللي لازم اخذها معي للغوص؟ الادوات اول شيء لازم تاخذ دوره الغوص. اول شيء لازم تاخذ دوره الغوص، ما يعني مش اي رياضه تعال والبس ملابس الرياضه وادخل، لا لازم في دوره غوص، لان انت الحين لما تغوص تدش في عالم ثاني غير العالم الغوص يعني. يمكن توصل دقيقه او دقيقه ونص النفس مالك خلاص يعني ينفد. فشو نسوي؟ لازم تاخذ الدوره هاي اللي مدتها 7 ايام، تتعلم كيف تتركب الادوات الغوص يعني من رقم 1 لرقم 7 مثلا. لما تفك المعدات من رقم 7 لرقم 1 لازم انت تتدرب على هالاشياء. والشيء الثاني لما تغوص لازم يكون شخصين ما شخص واحد. دواعي السلامه. صحيح. سبحان الله انت تغوص يعني يمكن فقدت الوعي او يمكن احنا صار مع نفس المشاكل هاي يعني. احنا قاعدين نغوص في واحد من زملائنا ما فاتح الهواء يعني الاسطوانه هاي، فهذا المشكله يعني كبيره. فلازم تغوص شخصين، حتى في مخالفه عليها يعني. اذا تغوص بشخص واحد يعني انت رايح البحر وتغوص يخفر واحد يقول لك وين زميلك؟ زميلك ما موجود عليك مخالفه. نعم صحيح. ايوه لانك انت الحين تخلي امرك في موقع خطر يعني. الموضوع ما سهل يعني، او مثل ما يتهاول البعض يعني. لا سبحان الله يمكن يصير لك شلل مفاجئ في الحركه، اعاقه يعني الحركه ايا كانت. نعم. فلو ما حد عندك خلاص يعني لا قدر الله صحيح. راح تحصل عواقب لا تحمد عقباها ابدا يعني. طيب انت شخصيا لما دخلت هذا المجال وكذا شاركت في بعض المسابقات التنافسيه على يعني سبيل المثال، او بعض المحافل المعنيه برياضه الغوص بشكل عام، او بالفريق بشكل خاص خلينا نقول؟ الغوص ما في مسابقات يعني مثل ما نقول، في مسابقات تصوير يعني نغوص نصور الشعاب المرجانيه، نصور الاسماك الصغيره بالهذا موجوده، لكن كشكل عام الغوص حمايه البيئه، التنظيف، الانقاذ، هي بشكل عام يعني. لكن احنا شاركنا في دولة الامارات اللي في النظافة العربية، شاركنا في مسابقة الغوص، لكن في مسابقات ثانية تشمل ويا الغوص يعني. طلعنا على المركز الثالث الحمد لله. ما شاء الله. شوف هالدروع حتى اليوم تقابلنا ما شاء الله بعض المشاركات. هذا بعض المشاركات الخليجية عندنا، هي ملتقى الخليج الأول والخليج الثاني، طبعا كانت في الكويت، ومعنا النظافة العربية كذلك في دول الإمارات، وكذلك معنا درع من وزارة التربية والتعليم. طبعا هذه البرامج الصيفية عملنا لهم دورة ببساطة عن الغوص للطلاب كذلك، وما شاء الله اكتشفنا 5 غواصين موجودين ما شاء الله من الطلاب يعني. ما شاء الله عليهم. عملنا لهم اختبار نفس ذاك اليوم يعني. أيوة. واجتازوا الاختبار الحمد لله. نعم. في دورة إن شاء الله قادمة راح تكون عن الغوص إن شاء الله تعالى. متى؟ والله حاليا ما في تاريخ معين، لكن اذا بدنا نسجل معنا 4 اشخاص خلاص نحدد لهم موعد او اسبوع ونغوصهم. طيب لو في اشخاص حابين ينضموا معكم في الفريق كيف الطريقه بالضبط؟ الطريقه بسيطه، ندخل على البرامج ما شاء الله الحين التواصل، الفيسبوك فريق الغوص، فريق السلام للغوص، ويرسل رساله واحنا نضيفه يعني. وفي هناك بطاقه تصدر سنويه
وفي حاجات كثيره يعني، من ضمنها طبعا فعاليات الموسم السنه كامله يعني. جميل. شهر 1 يكون كذا، شهر 2 كذا، نعطيه جدول كامل، متى ما يكون مستعد يرافقنا يعني. جميل، ان شاء الله سيف يكون معكم في الفريق. شكرا ان شاء الله تعالى حاضرين مره الفرصه الاولى عندي انا ان شاء الله. شكرا لك تواجدك سعيد بن عبد الله بن راشد الجابري المنسق الاعلامي لفريق السلام للغوص. شكرا لك. اذا مشاهدينا الاحبه الان راح ناخذ فاصل وبعدها راجعين لكم، كونوا معنا. وانت بعد ما تريد حياكم من جديد مشاهدينا الاحبه. احنا وصلنا الى الدقائق الاخيره من عمر البرنامج. يعني في الفاصل وصلتنا رساله تقول على طار التسامح: كن في هذه الحياه على مبدا إن لم تسعد لا تضر، ارسم البسمه على شفاه الجميع حتى وان كنت انت تحتاج لذلك. احنا دائما ننصح المشاهدين والكرام والاحبه ان عودوا قلوبكم على التسامح. كيفك مع التسامح؟ تعال على فكره بعد ما استضفنا الاستاذه عذراء على طول اذاري حوراء تقول لها انه انا جدا متسامحه، فتقولها انت باين على وجهك ما شاء الله عليك هالشيء. الحمد لله. فانت كيف يا فايزه؟ التسامح طبعا هو يعني ما يعني ان احنا بحاجه الى شخص معين، وانما هو انعكاس ايضا لتربيتك واخلاقك ودينك. فبالتالي دائما يجب ان يكون الانسان ثريا في اخلاقه وغنيا في قناعاته الله. وكبيرا في تواضعه. صحيح ما شاء الله. والقوي دائما هو اللي يفوز بالرد يعني على الإساءة بطريقة جدا صحيحة. إذا مشاهدينا الأحبة، نحن الآن وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن شاء الله ملتقانا راح يتجدد غدا، ونتمنى لكم دائما نهار سعيد وممتع. إذا نكونوا بالقرب إن شاء الله تعالوا، ودائما تأكدوا أنه مع برنامج قهوة الصباح دائما صباحاتكم تحلى. يلا إلى اللقاء مشاهدينا.